يا جماعة تتوقعون بيناسبني اللوك؟ أنا ما أتوقع بيناسبني. يا جماعة لون وايد قوي. السلام عليكم قناة فجر ارتست، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. الفيديو اليوم بندش تيك توك وبنكتب ماي ميك اب تايب، واذا طلع لنا الميك اب بنسويه معاكم. قبل لا نبدا لا تنسون تسوون سبسكرايب بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. وخلونا نبدا التحدي. دخلت تيك توك وبنكتب ماي ميك اب تايب، بسم الله، ويطلع لنا الميك اب. يا جماعة اسم الميك اب لاتيه او انه توست ميك اب توتوريال، فان شاء الله اللوك يطلع وايد حلو عليه. طبعا في اكثر من توتوريال محطوط في الصورة، في عندنا 6 صور، بختار واحدة منهم وبنسوي الميك اب معاكم. خلاص ما بختار واحد منهم، بسوي من ذي اللوك كامل فكرة منهم كلهم عشان نقدر نطلع نفس اللوك. يا جماعة قبل لا نبدأ لازم نرطب بشرتنا عدل، لان الترطيب اهم شيء في الميك اب. اول شيء مويسترايزر كريم. يا جماعة باللوكات كاملة نفس ما نلاحظ بالصور، اللوكات كاملة البشرة فيها موحدة، فبنستخدم تنت فاونديشن. ما بستخدم فاونديشن، انا ما استعمل، فبستخدم ذي التنت فاونديشن من كيكو. هو تنت فاونديشن وليس فاونديشن عشان الناس اللي بتقول، فيعني وايد خفيف تغطيته. بنسوي له بلند بالبيوتي بلندر. يا جماعة خلصت، حطيت الفاونديشن والحين بننتقل حق الخطوة الثانية اللي هي البرونزر. يا جماعة في ذي اللوك وايد مكثر البرونزر، اللوك صاير برونزي أكثر، فبنحط برونزر من ميك اب فور ايفر. حطيت البرونزر بذي الطريقة، والحين بننتقل حق الكاركتر. أنا نسيت أحط الكاركتر بالبداية. يا جماعة ذي الباليت اللي أنا استخدمها من شيغلا. الحين بننتقل حق البلشر، وهني عندهم بالبلشر اللي هم حاطينه بلشرهم وايد خفيف، فأنا بحط بلشر بس البلشر الوردي يا جماعة، لأن هم البلشر اللي يستخدمونه لون وايد صيفي. ما بنكثر بلشر لأن اللوك كله برونزي تقريبا، فالنقطة من رير بيوتي تكفي. لما أقول نقطة يعني حرفيا نقطة. هما تحت عينهم في وايد تنوير، فبنستخدم ذي الكونسيلر من ألف ونحطها تحت العين. بلند السريع. أبيكم تطلعون نظافة اللوك. طبعا إذا بنثبت الميك اب بلوس باودر هدى بيوتي، ثبت تحت العين والحين قاعدة أثبت في المنطقة. يا جماعة في ذا اللوك ما يتعبون وايد بالحواجب، فاللي بسوي بس مجرد إني بمسكر حواجبي ب NYX السريع. اللي يتابعني في تيك توك آخر فترة بيلاحظون إن صدق ميك ابي ترى صاير نفس ذي النوع. أعطيكم اقتراح، تبون أصور لكم فلوج بس يكون في مكان ما، أروح مكان وأصور لكم في فلوج، فاختاروا لي المكان عشان أروح وأصور لكم في فلوج. الأوشر بس مجرد إني باخذ برونزر، ذي البرونزر من كيكو درجتي فيه 103، بحطه على طرف العين بشكل دائري، بسحبه شوي على برا بذي الطريقة. حرفيا نكون خلصنا اللوك العين، بس باقي خطوة واحدة اللي هي تغير اللوك كامل. بناخذ ذي الباليت من شيغلا وبناخذ ذي اللون الغامق أو ذي، ومجرد بسوي ايلاينر موه حرفيا كذي بس. يا جماعة في ذي اللوكات دائما يستخدموا مسكرة بنية، بس أنا ما عندي مسكرة بنية فبستخدم ذي المسكرة من كيكو سودا، وبنسوي فيها مسكرة حق العين. بنشيل الباودر اللي تحت العين عشان نحط مسكرة حق العين اللي تحت. دائما الاحظ في ذي اللوكات ان عينها من داخل صاير في كحل بني، فبنحط كحل بني مو باسود داخل العين. ذي لوك العين. والحين بنرجع حق البيس اللي هو اهم شيء في اللوك ذي كامل. ذي اللوك اهم شيء عندهم البرونزر، فبنكثر برونزر من كيكو درجتي فيه 103. البرونز اللي بيجيبها هو فعلا وايد، بس اللوك متطلب مني اكثر برونزر. بنستخدم بلاشر ديور. بلاشر ديور هو يمكن البلاشر الوحيد اللي يمكن بيطلع ذي اللوك بيرفكت. يا جماعة أهم خطوة عشان تخلي ذي الميك اب يلمع ويطلع الميك اب كأنه جلوي اللي هو مثبت الميك اب. بستخدم ذي المثبت من أستري. كما تشوفون شلون كأني صبة ماء على وجهي. سنعود بعد قليل. الحين بنكثر من شيء اسمه هايلايتر، لأن ذي اللوك يبيله ميك اب جلوي، فالهايلايتر يعطي الميك اب كأني مسوية ميك اب جلوي إذا كان مات. بنستخدم المحدد الهادي اللي هو من NYX درجتي فيه 809.
ذي اللوك يا جماعة ما يحطون وايد حمر، تكون وايد جلوي. بنختار ذي الحمراء من أستري يا جماعة، الاسم رايح منها فما أعرفها. يا جماعة ذي اللوك أحسه يبي له نمش، فبجرب أسوي نمش وإن شاء الله يبقى. يا جماعة دوا الجدول بس أبيكم تشوفون النمش اللي أنا سويته اللي هو كلش خفيف. وبكذا نكون خلصنا الميك اب الدافي اللي هو بالاسم نقدر نقول لاتيه أو توست عادي. فهذا هو اللوك. يا جماعة كم تحسون ضبطت اللوك من 10؟ يا جماعة حاولت أسوي مجمع ويا ريتني ما سويت، بس يعني استودعتكم الله، وأشوفكم إن شاء الله بفيديو ثاني وتحدي ثاني. بس مع السلامة.